انا راه كنت لابسه البيجامه ديال الدار، لبست فوق منها هذه صافي درت الزيت ديالي. مره تقدر تبان لكم البيجامه تاع الدار. الناس اللي تيبغيوني تنقول لكم شكرا حيت تخافوا عليا، شكرا حيت تبغيو ليا الخير، شكرا حيت كتنصحوني. حيت حنا انا شخصيا انا ما نقولش حنا ما نهضرش بصفه الجمع، نهضر على راسي حيت انا اللي كنهضر معاكم. حيت انا واحد الانسانه بنيت راسي بطريقه مزيانه باش جعلتكم نتوما تبغيوني. الحمد لله لحد الساعه انا كنشوف راسي الحمد لله باقا غاده مزيانه كيف ما كنت كيف ما باقا. تبدلت حياتي، بعض الاشياء تبدلوا في حياتي حيت حياتي تبدلات، بعض الاشياء تزادوا في حياتي اكيد غادي يبدلوها، ما يمكنش تبقى زي دائما. انا كنتقبل الهضره لا ديال الصديقات المقربات لا ديال المتبعات اللي متبعيني من سنين طويله. انا الانستغرام راني دايراه من 2015 وانا عندي الانستغرام. راه عندي صديقات هنا ديال 7 سنين 8 سنين 9 سنين، يعني كيحبوني بصح كيبغيوني وباقيين معايا من الاول، من البدايات ديالي مني كنت زيرو حتى لدابا، حتى نجحت لي الصفحه ديالي وحتى نجحت لي القناه ديالي، يعني معايا مني عندي ومني ما عنديش. الحمد لله حنا دائما كنبوسوا يدينا وتنقولوا الحمد لله. انا النصائح ديال الناس المقربين تنتقبلهم لانهم كينصحوني بطريقه مزيانه، ودائما كيحاولوا يوصلوا ليا واحد الحاجه حيت هما خايفين عليا. واخا هو هذا الوقت راه يكذب عليكم الكذاب، انا هذا الميساج كنوصلوا للناس القراب ليا للناس البعاد ليا. راه هذا الوقت راه حتى شي واحد ما كيجي ويدير الحاجه هو ما عارفش العواقب ديالها. راه انا عارفه العواقب ديال اي حاجه كنديرها، كونوا هانيين. غير هو مني كيجي شي انسان تينصحني تنقول ماشي مشكل، واخا انا عارفه اش كندير، واخا انا عارفه هذا الشيء كنبارطاجي ستوريات مع راجلي، راه عارفه تقدر تضربني العين. واخا انا ماشي ملكه الجمال وراجلي ماشي ما عرفت شكون هو. حنا ناس عاديين، حنا واحد الناس بحالنا بحالك بحال الاخر بحال الاخر بحال الاخر، حنا ناس عاديين. غير شنو الفرق بيناتنا؟ انا كنبان وراجلي كيبان وانتي ما تتبانيش. الظروف ديالك ما ساعدتكش تباني، حيت كاين بزاف ديال الناس راه ما كرهوش يبانوا ويبينوا حياتهم ويبينوا الحب اللي تيعيشوه ويبينوا الرومانسيه اللي تيعيشوها وبزاف الحاجات، ولكن ما يقدروش اولا ما كيقدوش، ما غيقدوش على السوشيال ميديا. اولا كاينين اللي ما لاحهمش سيدي ربي على السوشيال ميديا، مستك عليهم الله بالعربيه تاع راس. يعني قولي الحمد لله اللي انا ربي انعم عليا انني ما نبانش، هذه واحد النعمه عطاها لك الله، خاصك تشكر عليها سيدي ربي. يعني كاين بزاف ديال الناس راه ما كرهوش يبانوا ولكن ما يقدروش. على انا من دائما كنقول غندير هاد ستوريات باش نتحاور معكم شويه، بصراحه مره نبقى ندير معكم بحال هاد ستوريات باش نجمع انا وياكم شويه وتقربوا من زينب الحقيقيه كيفاش دايره من الداخل. شتي زينب الحقيقيه كيفاش دايره من الداخل كانت ماذا بها دير شي ستوريات اكثر من هادشي كتوريكم دابا. ماذا بيا باغا بزاف الحوايج نديرهم في حياتي والله شاهد عليا، ما كرهتش نوض نمشي نسافر، ما كرهتش نمشي بزاف البلدان باغا نمشي ليهم، ما كرهتش ندير بزاف الحاجات باغا نحققهم انا كاحلام في حياتي اللي كنت كنحلم نوصل ليهم وباقا ما وصلتش ليهم. كاينين الحاجات اللي وصلت ليهم وربي وصلني ليهم الحمد لله، يا ربي لك الحمد والشكر. وكاين بعض الحاجات باقي ما وصلنيش ليهم سيدي ربي، كنتمنى نوصلهم غير بصحه جيده وبعقلي صحيح. هادشي اللي تنتمنى. الا ربي نعم عليا واحد النعمه وتنشاركها معكم، راه ما سيانيش اني تنشاركها معكم باش نبان عليكم، حاشا ولله. حيت انا عزيز عليا الانستغرام. خاصكم تعرفوا بعدا واحد القضيه، انا لو كان هدفي البوز ولو كان هدفي نبان على الناس ولو كان هدفي ربح المال ولو كان هدفي من انني نبان انا وراجلي عنده شي هدف، يعني الهدف من انني نشر ستوريات مع راجلي عندي من موراه شي هدف، نمشي ندير يومياتي في اليوتيوب ما غيمنعني حتى شي واحد. عندي قناتي الحمد لله فيها 1,200,000 تاع البشر، نبدا نلوح في التيك توك، نبدا ندير اللايفات في التيك توك ونربح الفلوس. بيرو انا كنشارك في الانستغرام، فيه ناس عزازين عليا. انا الانستغرام تنعرف تمسحي تصاور، اي حاجه عندك في التليفون غتعمر غضطري تمسحي تصاور. انستغرام كيبقى في الارشيف، انا عندي الارشيف ديال انستغرام من 2016
تخيلوا معايا باقي عندي التصاور ديال 2016 في الانستغرام. يعني انا ملي كنشوف الانستغرام قلت لكم حبيبات قلبي، يعني انا ملي كنشر شي حاجه في الانستغرام باش كنخليها من الذكريات ديالي. واحد القناه كتهز ستوريات ديالي وتتحطهم في اليوتيوب. هضرت معاك اختي بخاطر، هضرت معاك اختي بلاتي هي احسن. انا دابا جايه نهضر معاكم كنصيحه، انا كنصحكم دابا، راه ماشي كنتسنى النصيحه ديالكم. انا اللي عنده شي نصيحه يزيدها في راسو وينصح ولادو اللي تربيهم. انا ما محتاجش النصيحه، انا كنتقبل النصيحه فقط من الناس المقربين ليا. انا كنتقبل النصيحه من صحاباتي، حيت هذوك صحاباتي هما اللي عارفين الحياه ديالي الحقيقيه كيفاش كنعيشها، هما اللي عارفين المعاناه اللي انا عشتهم في حياتي، هما اللي عارفيني مني كنت كنبكي في الركنه وما كنصورش لكم، هما اللي عارفيني مني كنت كنعيش القحطه وما تنصورش لكم السلبيات، هما اللي عارفين الظروف ديالي الصعبه اللي دزت منها. يعني مني شايفيني مساكن انا فرحانه كينصحوني تيقول لي زينب تفكري الظروف اللي دزتي منها خايبه، ما تجريش لهاد النعمه اللي عندك. راه يعني كينصحوني كيخافوا عليا اولا كيخافوا على هاد النعمه اللي عندي حاليا من العين. تيقول لي حنا راه كنخافوا عليك من العين. من بزاف صحاباتي، انا صاحبتي السعديه دخلت الصباح تنصحني عادي تقبلت ان عندك لا عندك الصح، ولكن انا كنسيقي في الحياه ديالي كما بغيت انا، وكنسيقي في الحياه ديالي وكنبارطاجي اللي بغيت انا وكنحط اللي بغيت انا. حيت انا مثلا مني غنجي نحط واحد الحاجه راه عارفه واش الحياه كلها زوينه، واش انت اللي ما تتبارطاجيش ما تتمرضيش، واش انت اللي ما تتبارطاجيش ما تطيحيش. انا ميساجي لهذوك الناس اللي كيكتبوا التعاليق خايبين، والله قسما بالله العلي العظيم يا تعاليقكم ما كتزعزع فيا ولو شعره. انا جايه ننصحكم، جايه نقول لكم اتقوا الله، جايه نقول لكم واش نتوما عارفين راسكم خالدين فيها، واش عارفه راسك ما غتحاسبي. نبقى نسير ربي باش نرضي الناس. انا اختي ما كنعجبكش ما تتبعينيش، ما عجبتكش انا في الفيديو ديالي ما تفرجيش فيه، غتمشي لواحد النقيطات كيكونوا انت بعدا اللي عندك هذيك الفكره، انت ولا انت خويا اللي عندك ديك الفكره ديال ان المطلقه ما خصهاش تعاود حياتها، اطلب السلامه. غدا بغدا تولدهم ويطلقوا ويجلسوا لك في الدار. وانت اللي تجي تكتبي المطلقه اللي نعم عليك الله بشي راجل مزيان، الا مطلقكش يقدر يموت. طلبي السلامه، تولي انت ارمله، قول يا ربي السلامه يا ربي، قول يا ربي ترزقنا الصحه والسلامه ويبارك طول العمر. وإلا كنتي ما مطلقاش طلقي تنتي يدوز عليك نفس الكتاب، وتنتي تعيشي نفس الظروف، وتنتي تسمعي نفس الهضره اللي انت سمعتيها ليا. فكروا بعقلكم مزيان، راجعوا نفسكم. هذوك الناس صحاب التعاليق السلبيه راجعوا نفسكم، راجعوا تعاليقكم، راجعوا القلب ديالكم. في عوض تجوا تقربوا من الصفحات التافهه وتقربوا مني انا الا كنت تافهه، سيري تقربي من الله احسن لك، تقربي من الله احسن لك، وعيدي النظر في الاخلاق ديالك، وعيدي النظر في التصرفات ديالك وفي الكلام. انا والله العظيم الا كنتاسف علاش حنا كنعيشوا مع واحد النوع ديال الناس اللي قلبهم يا ربي السلامه. هذوك الناس راه كيكونوا افاعي